السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حزينة للكرة المصرية، هزيمة النادي الأهلي وهزيمة النادي الزمالك. بس يمكن الزمالك، أنا كنت متوقع مش هزيمته، بس أداء، يعني أداء الزمالك لا جديد في الزمالك. لكن الأهلي، المشكلة في النادي الأهلي. النادي الأهلي جايب 2 لعيبة بس يا جماعة، كل واحد فيهم يشيل فرقة. آه، اسمه إيه، سليم اللاعب الجديد ده، وامام عاشور. الاثنين دول 2 لعيبه صغيرين، 2 لعيبه كورتهم عاليه، كواي، مهاراتهم كويسه. ما فرقوش مع النادي الاهلي في مباراه زي دي. يمكن التوفيق ما كانش معاهم قوي، بس هنقول النادي الاهلي توفر له كل حاجه، كل حاجه. اللعيبه اللي طلبها جات له. الزمالك لا جديد في الزمالك، ما تضافلوش حاجه النادي الزمالك. انما النادي الاهلي زي ما بيقولوا كده جابوا لهم لبن العصفور. فنقول هارد لك. ويمكن دي دفعه بالنسبه للنادي الاهلي، كاول بطوله كاس السوبر الافريقي، اول بطوله في الموسم ويخسرها. فممكن تديله دفعه بشكل كبير الفتره اللي جايه، اذا كان في افريقيا او في الدوري. فهارد لك للنادي الاهلي. والنادي الزمالك بقى، انا مش شايف ان اتكلم فيها. حتى الجونين لا تمركز ولا تغطيات، ولا حاجه خالص في الكوره. ولا حد بيصلح خطأ زميله، مفيش الكلام ده. في لعب عشوائي، كل واحد بيلعب بمزاجه. عبد الغني ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد الاثنين بعيد. يعني مش الاثنين دول يبقوا مدافعين النادي الزمالك، او يبقوا 2 سردباكات النادي الزمالك. هيعملوا كوارث كتير، و... وهيتسببوا في فقد النادي الزمالك مباريات كتير. اخطاء غير طبيعيه بصراحه. ده في التمركز، سيبك كمان من الاهداف. في التمركز خطأ، في المسك خطأ. يعني كل حاجه بيعملوها في الكوره بصراحه غلط الاثنين. فالاثنين الواحد فيهم عايز سيرد باك يلعب عليه. فهم دول لو الونش جنب واحد ممكن يتدارى شويه. انما الاثنين لا، كل مباراه للنادي الزمالك هتشوف فضايح في الكوره. فهارد لك للنادي الزمالك وللنادي الاهلي. والنادي الزمالك جماهيره، يعني على ما اعتقد هم عارفين ان النادي الزمالك السنه دي بعيد. هيفضل العمليه ماشيه معاه كده على سطر ويسيب سطر. وربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.